وفي الصباح تفاجأ الشاب أن كل الأغطية التي كانت عليه قد اختفت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أصدقائي؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير. قصتنا لهذا اليوم حدثت بالفعل مع شاب مغربي وثلاثة من أصدقائه، وحدث ذلك في أقدم مدينة مغربية، في مدينة أفران الجميلة، والتي يبلغ عدد سكانها 14,000 نسمة. ويعود السبب في قلة عدد سكانها لبرودة الطقس هناك، والذي يعد من أبرد المناطق في قارة أفريقيا. دارت أحداث القصة في شتاء عام 2009، عندما قرر 4 من الأصدقاء والذين يدرسون في جامعة واحدة قضاء أسبوع في مدينة أفران، والذين كانت تجمعهم هواية حب التزحلق على الثلج. وبالفعل بدأ الشبان بالتجهيز لرحلتهم، فاشتروا ألواح التزلج وملابس شتوية وأغطية صوفية، واشتروا بعض الطعام، ولم ينسوا استئجار منزل في ضواحي مدينة أفران. وبعدما انتهوا من تجهيز أغراضهم انطلقوا في رحلتهم، وعندما وصلوا استمتعوا بجمال الطبيعة هناك، وانقضى اليوم الأول بسلام. لكن في اليوم الثاني لاحظ أحدهم أنه قد عانى من البرد طوال الليل، رغم أنه كان يضع على نفسه أغطية كثيرة. وفي الصباح تفاجأ الشاب أن كل الأغطية التي كانت عليه قد اختفت. لكن الشاب لم يتوقف عند ذلك، وقال في نفسه ربما أحد أصدقائي قد شعر بالبرد وأخذ الأغطية. وعندما استيقظ الجميع تناولوا فطورهم وخرجوا إلى الكثبان الثلجية ليستمتعوا بهوايتهم المفضلة. وبينما هم كذلك لاحظوا جميعا أن هناك امرأة تخرج لهم من بين الأشجار ثم تختفي، وكأنها تفزع عندما تراهم. لم يتوقف الشباب أمام ما رأوه، لكن واحدا منهم أخذه الفضول ليعرف كيف لهذه المرأة أن تتواجد هنا وسط كل هذه الثلوج ولوحدها، ولماذا كانت تفزع عندما تراهم. فقرر الشاب، وكان اسمه سعفان، أن يذهب إلى المكان الذي رأى فيه المرأة ليعرف ما قصتها، ربما تحتاج إلى مساعدة، هكذا قال في نفسه. وبالفعل توجه إلى الغابة، إلى المكان الذي رأى فيه المرأة. وعندما وصل وجد أمامه شجرة أرز كبيرة، لكن لا أثر للمرأة. وكان سعفان يمتطي حصانا، وأثناء سيره قد لمح قطعة من الغطاء الذي اختفى من غرفته ليلة أمس مدفونا بين الثلوج، وقد ظهر منه جزء كبير. هنا تعجب الشاب سعفان وقال في نفسه ما الذي أتى بغطائي إلى هنا، ومن تكون هذه المرأة؟ فشعر بفضول أكبر ليعرف قصتها، وما الذي جاء بغطائه وسط الثلوج. فتعمق في الغابة التي تكسوها الثلوج أكثر ليبحث عنها، وبحث كثيرا وبحث، لكن لا أثر للمرأة. وعندما قرر العودة تفاجأ بصوت يناديه سعفان، يا سعفان، هل ما زلت تبحث عني؟ هنا تجمد الشاب سعفان من الخوف، والتفت ناحية الصوت، وإذا به يرى امرأة طويلة جدا، لون بشرتها رمادي، ووجهها ملطخ بالدماء، ولها أذن طويلة تكاد تصل إلى صدرها، وشعرها كثيف وخشن جدا، وتحمل في يدها سكين. دب الرعب في قلب سعفان، وقرر النجاة بنفسه، فانطلق مسرعا بحصانه دون أن يلتفت إلى الخلف. وعندما وصل إلى البيت أخبر أصدقائه بما حدث، والذين بدورهم جمعوا أقراضهم ليعودوا أدراجهم، وذهبوا إلى الحارس ليقوموا بتسليم البيت الذي استأجروه. فأخبروا الحارس بما حدث، وقص عليه سعفان ما حدث معه بالضبط. وهنا أخبرهم الحارس أن هذا الشبح يعود لامرأة تخرج كل يوم يشتد فيه البرد، وكانت امرأة فقيرة قد لقيت حتفها منذ سنوات، وكان ذلك في منطقة قريبة من الغابة. وكانت هذه المرأة حامل، وفي يوم ولادتها لم تستطع الذهاب إلى المستشفى لتلد هناك بسبب سوء الطقس وبرودته، فأنجبت بمفردها بعد أن عانت من آلام الولادة في الغابة الثلجية. لكن طفلها قد توفي من شدة البرد، وبقيت هي بجانب جثة طفلها الرضيع ل3 أيام، ثم ماتت هي الأخرى. ومنذ ذلك الوقت
وهذه المرأة تظهر في كل يوم يشتد الجو فيه قسوة. وقد روى الكثير من سكان المنطقة بأن هذه المرأة تظهر من آن إلى آخر، خاصة في الأيام التي تشتد فيها الرياح وتكثر فيها الثلوج، وكأنها تريد أن تروي قصتها المحزنة لكل من يشعر بالبرد. هنا شعر الشباب الأربعة بالأسف والحزن على ما سمعوه عن هذه المرأة، خاصة أنها قد سرقت أغطية أحدهم، وكأنها تريد أن تغطي طفلها الرضيع الذي لقي حتفه بسبب شدة البرد، وبسبب أنها لم تستطع أن تلده في بيئة آمنة ومناسبة له. وبسبب ما حدث لها فقد تعلقت روحها بهذا المكان الذي توفيت فيه هي ورضيعها، فهي تظهر من حين إلى آخر حتى تذكر الناس ما حدث لها بسبب فقرها. هكذا نكون قد أنهينا قصتنا لهذا اليوم. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وهل حدث معكم شيء غريب يثير الفضول؟ ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو، ومن لم يكن مشترك بالقناة اضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. سوف أترك لكم حساباتي الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، من يريد متابعتي هناك سأتشرف بوجوده أكيد. ومن لديه قصة يريد أن يرويها للناس أو يعرف أحدا حدثت معه قصة بالفعل فليتواصل معي على الانستغرام لنرويها للعالم لأخذ العبرة. أراكم في قصة جديدة، دمتم في رعاية الله.